احلى صباح واحلى مسا على احلى متابعين في الدنيا على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. معاكم النهارده الشكشوكه التركي مش المصري، هي نفس المكونات مع اختلاف بسيط جدا. مكوناتنا بسيطه وسريعه في التحضير وخفيفه، تنفع عشاء وتنفع فطار. هيبقى مبدئيا معانا 3 حبات من البصل و5 حبات من الفلفل الالوان و3 حبات طماطم وملح وفلفل اسمر وبابريكا و5 فصوص من الثوم. دي كلها مكوناتنا النهارده، مكونات بسيطه جدا. اول حاجه انا بعملها بنزل بطاسه على النار وبنزل فيها بمعلقتين من الزبده وعليهم معلقه من الزيت. واول ما الزبده بتبدا تسخن معايا بنزل بالبصل بتاعي، والبصل بتاعي متقطع تقطيعه صغيره، يعني لا مش لازم مفرمه ولا مبشره، وبعطيه تشويحه محترمه لحد ما يدبل معايا. واول ما بيدبل بنزل عليه ب5 فصوص من الثوم. الثوم اللي معانا متقطع جوانح او مفروم، مش هتفرق معانا في الوصفه بتاعتنا. كده هو البصل دبل معانا، بنزل بالثوم اللي قلت لحضراتكم عليه، 5 فصوص من الثوم مش اكتر، وبديله تشويحه محترمه كده. واول ما اشم ريحه الثوم بدات تظهر بنزل بالطماطم بتاعتي. بنزل بالطماطم بتاعتي واقلبها مع البصل والثوم، بديلها تقليبه محترمه كده. وبعد كده انا ببدا ابهر بالبهارات بتاعتي، معلقه من كل نوع من اللي اتفقنا عليه في البدايه، ملح وفلفل اسمر وبابريكا. دي البهارات المعتمده للشكشوكه. يبقى هيبقى معانا معلقه صغيره ملح، معلقه فلفل اسمر، ومعلقه من البابريكا. وبعد كده انا بقلبهم مع بعض كويس. الخطوه دي ما بتاخدش مننا 3 دقايق، التشويحه دي 3 دقايق بس مش اكتر. وبعد كده انا بغطي عليهم دقيقتين 3 مش اكتر لحد ما تدبل الطماطم، عاوزينها تدبل بس مش اكتر. واخر مكون انا بضيفه هو الفلفل، ومعلومه مهمه جدا في اي وصفه من الوصفات اللي بنستخدم فيها نوع من انواع الفلفل، دايما بنضيف الفلفل اخر حاجه، علشان الفلفل من الحاجات اللي لونها بيتغير بسرعه، ولو اخدت درجه تسويه اعلى من المطلوب طعم الفلفل بيديني طعم مراره ولونه بيتغير معايا في الوصفه، ما بيكونش ظاهر في الوصفه بتاعتي. بغطي عليهم دقيقتين مش اكتر. وبعد كده انا بنزل بالخلطه او التسبيكه بتاعتي دي في طاجن او في اي طبق عندك ممكن يتحمل درجه الحراره، لان انا هدخله الفرن. اي نوع من انواع الاطباق عندك او الطواجن اللي ممكن تتحمل درجه الحراره، لان احنا هندخله تحت الشوايه 5 دقايق بس مش اكتر. تمام كده، تمام قوي. بعد كده انا هيبقى معايا 3 بيضات، والبيض طبعا على حسب الكميه اللي انت بتعمليها. ابدا افوق للبيض. يعني ايه افوق للبيض؟ يعني باخد كده مكان بالمعلقه وببدا افوق او اوسع مكان للبيضه اللي هنزل بيها، وبنزل بالبيض واحده واحده. وزي ما قلت انا معايا هنا 3 بيضات، وده حسب الكميه اللي هتتعمل. تمام كده، تمام قوي، حاجه عظمه. وكده فل الفل. بعد كده انا برش على وشها جبنه، وانا في الجبنه ما برحمش، لان فعلا انا من الناس اللي بتحب الجبنه جدا. وبعد كده انا بدخلها الفرن تاخد وش خفيف، بدخلها تحت الشوايه حوالي 5 دقايق، لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان البيض من الحاجات اللي مش بتتاخر في التسويه ومش بتاخد وقت طويل في التسويه. 5 دقايق بس تحت الشوايه تاخد لون والجبنه تبدا تسيح معايا. بعد كده انا بخرجها من الفرن مباشره. ما شاء الله، حاجه تستاهل التجربه.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. مش حابب افكرك، انا محمد عبد الجليل ودي قناتي. لو اول مرة تزورني انزل تحت الفيديو واشترك وفعل جرس التنبيه عشان يوصلك اشعار بكل وصفة جديدة احنا بنقدمها. وما تنساش وانت خارج تدوس اللايك وشير لو عجبك الفيديو. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.